اشتهر إقليم آتشي الإندونيسي منذ القرن التاسع الميلادي بوجود مؤسسات تعليمية عرفت بالزوايا، ولم تكن هذه الزوايا مركزا علميا فحسب، بل منطلقا للكفاح ضد الاستعمار الهولندي، وظلت حاضرة إلى الآن، ومنها زاوية روح الفتى والفتاة في بلدية سلمون بمحافظة آتشي الكبرى التي أسسها الراحل عبد الوهاب بن عباس الحضرمي قبل نحو 70 عاما، وأحد أحفاده انتخب نائبا لمحافظ هذه المنطقة، ولديه طموح لتوسيع المنهج الدراسي. نسعى لرفع مستوى التعليم لدينا، وسنضيف مواد علمية عصرية لتسهيل متابعة أبنائنا الدراسة في الخارج، ونريد تقوية اللغتين العربية والإنجليزية. فصحيح أننا ندرس كتبا عربية، لكن تلاميذنا لم يتعودوا على المحادثة باللغتين بطلاقة. لكن أسرة الحضرمي تعد من المد الخامس لهجرة العلماء العرب والمسلمين إلى هذه البقاع، وهناك من سبقهم إلى آتشي، ومن أولئك أسرة فيروز البغدادي، وهو عالم هاجر مع بعض إخوته وأصحابه من بغداد عام 1627، وعلى امتداد 9 أجيال توارث علماء هذه الأسرة مناصب القضاء في آتشي، تاركين مكتبة تراثية ضخمة احترق وتلف نحو 8000 من كتبها خلال فترة الاستعمار الهولندي للبلاد. من بين المخطوطات التي ما زالت محفوظة في مكتبة أسرة البغدادي هنا في آتشي مخطوطة كتبها أو خطها الشيخ عبد الوهاب ابن محمد صالح، وهو الجد الثالث للسيد محمد فضيل. واللافت في مقدمة هذه الرسالة أنه قال أنه ألفها بناء على طلب السلطان الأعظم والملك الأفخم السلطان علاء الدين جوهر شاه ابن المرحوم السلطان علاء الدين أحمد شاه، وسمى هذه الرسالة سماها سفينة الحكام في تخليص الخصام، وأكد أنه لم أثبت فيها شيئا من مسائلها إلا ما التقطتها من أصولها العربية، وكانت طريقتهم في التأليف أن يكتبوا النص باللغة العربية باللون الأحمر، ثم يترجم ذلك إلى اللغة الملايوية المكتوبة بما يسمى بالحرف الجاوي بالحروف العربية باللون الأسود، وهذا هو منهجهم في تأليف الكتب بالعربية وترجمتها إلى اللغة الملايوية. لكن الجيل العاشر من أسرة البغدادي اختلف عن أسلافه، لذا اقتصر دور زاويتهم حاليا على حلقات تلاوة محدودة من القرآن الكريم لعدد قليل من أبناء القرية. صهيب جاسم، الجزيرة، إقليم آتشي. السلام عليك
يا ربي صل وسلم وبارك عليه صلى الله تعالى على سيد الأنام يا ربي صل وسلم وبارك عليه الله يا الله 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 على النبي رسول